معاشر الأحبة، جاءني أحد الشباب منذ فترة ماضية وبدأ يعرض مشاكله وما هي أكثر مشاكل الشباب. قال: أشتكي من كثرة الهموم والغموم، أشتكي من قلة التوفيق في كل شأن من شؤون حياتي. ما طرقت بابا إلا وجدته موصدا مغلقا، ما أقدمت على مشروع إلا باء بالفشل. زيادة على هذا وجع يلازمني في بطني. عرضت نفسي على الأطباء، تنقلت من مكان إلى مكان طلبا عن العلاج ولم أجده. قلت مستعينا بالله: المريض إذا مرض يذهب إلى الطبيب، والطبيب ينظر في أعراض المرض ثم يبدأ بتشخيص المرض، فإذا اكتشف العلة واكتشف المرض نصح بالدواء. والمطلوب من المريض حين يعطى الدواء أن يحافظ عليه بكميته المحددة في وقته المحدد. قلت أيضا له: المطلوب منك أنك تحافظ على الدواء. قال: لا توصي حريصا، فلقد تعبت وأنا أبحث عن العلاج والدواء. همومي كثيرة، مشاكلي كثيرة، آلامي التي أقضت مضجعي، فلا أهنأ بطعام ولا بشراب ولا بمنام. قلت: العلاج موجود، لكن المطلوب منك أنك تحافظ على العلاج وتداوم عليه. قال: وما هو؟ قلت: 5 صلوات، 5 صلوات في اليوم والليلة، من أداهن حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، من أداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن ضيعه الله يوم القيامة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأي هدى أعظم من المحافظة على الصلوات؟